النهارده هاتكلم معاكم عن موضوع البوست مينوبوزال بليدنج او ما يعرف بالنزيف ما بعد انقطاع الطمس. والحقيقه سن انقطاع الطمس ده بيكون من سن 45 ل 55 سنه. والحقيقه نزول دم ولو نقط بسيطه في المرحله دي بعد انقطاع الطمس ده بتعتبر علامه خطيره ولازم تستوجب الفحص. وطبعا بيتم تشخيص السبب عن طريق قياس سمك بطانه الرحم بالسونار اللي المفروض ما يكونش اكتر من 4 مللي في المرحله دي. وبنعمل عينه من بطانه الرحم اندوميترال بايوبسي ونبعتها لتحليل الانسجه والخلايا. نتيجه العينه ممكن تطلع حاجه بسيطه اللي هو الاتروفيك اندوميترايتس او ما يعرف بالسينايل اندوميترايتس، وده بيبقى التهاب في بطانه الرحم مع تقدم السن، وده علاجه بسيط جدا ببعض الادويه مضاده للالتهابات وبتتحسن الحاله. اما لو تقرير العينه اظهر انه في نمو غير طبيعي في خلايا بطانه الرحم او اورام غير حميده او تغير في سلوك نمو الخلايا، في الحالات دي بيكون العلاج الجراحي الامثل هو استئصال الرحم، وفي بعض الحالات ممكن استئصال الغدد الليمفاويه في الحوض واللي بتبقى مجاوره للرحم. النقطه اللي حابب اكد عليها النهارده انه اي نزول دم بعد سن انقطاع الدوره ولو نقط بسيطه ده علامه مهمه جدا لازم تستشير طبيبك فورا. شكرا لكم، اشوفكم على خير ان شاء الله، دمتم بخير.